لو نيتك تعملي عمرة أو نيتك تعمل عمرة، اوعى تخطي خطوة واحدة قبل ما تسمع الفيديو ده. في 3 أخطاء 90% من المعتمرين بيعملوها وبتخلي عمرتهم ناقصة وهم مش واخدين بالهم. الفيديو ده من قناة مملكة ميمة، في خريطة كاملة لأبواب الحرم والشوارع اللي توصلك للكعبة، وبعدها هقولك تعمل أو تعملي عمرتك ازاي صح من الألف للياء وتكون مقبولة إن شاء الله 100%. ناس كتير جدا بتروح ما بيكونش معاهم مشرفين وبيكون رايحة زيارة أول مرة، بيتوهوا بيتلخبطوا. الفيديو ده هيكون المرجع الأول والأخير ليكي علشان عمرتكم تكون صح بإذن الله. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميمة، والنهاردة هقول لك دليلك الكامل لمكة إن شاء الله. أول حاجة طبعا في المطار، بالنسبة أول حاجة إن الستات بتحرم من البيت، تمام، والرجال بتحرم من المطار عادي، مفيش أي مشكلة، تمام. طبعا بالنسبة للست مفيش أي أو حتى الراجل لا يعني صابون فيه ريحة أو معطر أو كل الكلام ده كله، دي من محظورات الإحرام، تمام. بتروحوا توصلوا المطار في الوقت ده، الرجالة بتحرم من المطار بإزار ورداء بدون لبس المخيط، تمام، وبتطلعوا كلكم على الطيارة. لما بتكونوا في الطيارة فوق، الكابتن بيجي عند الميقات ويقول احنا خلاص على الميقات، فتقولوا لبيك اللهم عمرة بدون رياء مني ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تمام. ولبيك اللهم بتلب لحد ما توصلي لجدة. بعد كده بتخطفوا اتوبيسات بقى وتروحوا مكة. طيب، في ناس نوعين، ان في ناس تقول مثلا انا عايزة اروح مكة ارتاح شوية، تمام، وبعدين انزل عمرة، وفي ناس تعمل عمرة على طول. خلي بالك خلي بالك، اوعي ان شعرك يقع، اوعي تحطي برفيوم، اوعي كده، دي حاجات من محظورات الاحرام، اوعي تقع في محظورات الاحرام نهائيا عشان العمرة تتقبل ان شاء الله. طبعا في ناس بيكون معاهم مشرفين وناس لأ، فانتوا بتنزلوا من الفنادق، تمام، عشان تروحوا على فين بقى؟ تروحوا على الكعبة. طيب، في أبواب للكعبة، تمام. هنتكلم في الجزء الأول عن أبواب الحرم، تمام، وبعدين هتكلم على المناسك. أول حاجة باب الملك عبد العزيز، وده رقم 1، بيطلع على شارع أجياد العام. يعني انت في شارع أجياد العام عند برج الساعة، تمام. هتخشي من باب الملك عبد العزيز، وأقرب قدام أقرب مكان للصفا والمروة، تمام. ولو فندق في أجياد فده هيكون الباب بتاعك. طيب، تاني باب، خلاص احنا رايحين دلوقتي. هجيب لكم دلوقتي الخريطة زي ما انتوا شايفين كده بتاعت أبواب أو أشهر أبواب موجودة فين في الكعبة. تاني باب باب الملك فهد، وده رقم 79، بيطلع على شارع إبراهيم الخليل، تمام. هتلاقي علامة كده كبيرة 79. الميزة بقى هنا إن التوسعة الجديدة مكيفة ومش زحمة، تمام، يعني وفيها حمامات نظيفة. الحمامات طبعا دي للوضوء فقط، الحمامات العادية في الساحة بره. خلاص، باب العمرة، وده رقم 64، بيطلع على شارع العمرة وجرول، تمام. هتلاقي قدامه عربيات الطواف. هنتكلم على عربيات الطواف دلوقتي، مخصص بقى للمحرمين، وأقرب مكان للمسعى باب السلام، وده الباب اللي دخل منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بيطلع على شارع السلام وغزة، مكتوب عليه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. الميزة ان سيدنا محمد دخل منه وعمل عمرته، وأقرب مكان للملتزم. بعد كده باب الفتح، وده بيخدم أجياد السد والمنصور. الميزة مفيهوش زحمة كتير. طيب، أنا بتكلم على كل باب ليه؟ انت في الفنادق اللي انتوا فيها
بتبقى في الشوارع، انتوا عارفين الشوارع دي عشان ما تتوهوش. افرضي المشرف مثلا راح من غيرك، افرضي مش موجود. انا حصلت معايا والله، عملت عمرتي مع ان جوزي كان موجود، تمام، بس كان مع اخته وانا كنتش عارفه اعمل ايه. فانا عامله الفيديو ده علشان ما تتحطوش في الموقف اللي انا كنت فيه. 5 باب الفتح، وده رقم 45. بيخدم مين بقى؟ بيخدم اجياد السد والمنصور، برضو مفيهوش زحمه قد كده. باب الصفا رقم 90 بيطلعك على الصفا مباشرة. الميزة بداية السعي مفيش باب أقرب منه يعني، تمام. عايزين بس نتكلم في حاجات مهمة بقى. أول باب تدخلي منه هتقولي إيه؟ تقولي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تمام، لازم تقولي كده. ولازم وانت داخلة تصوري الباب، علشان الباب اللي انت دخلتي منه تخرجي منه، وعلشان ما تتوهوش. خلي بالكم يعني، وخصوصا الستات، خلي بالكم يا جماعة. طيب احنا بقى نتكلم على ايه؟ المناسك. طبعا احنا قلنا النية والإحرام من الميقات. النية بالقلب. الرجالة بتلبس إزار ورداء أبيض، الستات لبس عادي بس ممنوع النقاب والجوانتي. وبعدها تقولي بقى التلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الوقت ده ممنوع الطيب وممنوع الجدال، تمام، ما تقصيش شعرك ولا ضوافرك. بعد كده هندخل بقى على الطواف. طيب الطواف 7 أشواط. بتبدأي من عند الحجر الأسود وترفعي إيدك لفوق وتقولي بسم الله الله أكبر، تمام، بسم الله الله أكبر، تمام. حاولي لو انت ست ما تخشيش في الزحام، اسمعي مني وده عن تجربة. لو ست اوعي تخشي في الزحام، خليكي في البتاع. هو هيكون الموضوع متعب شوية في الحتت اللي فاضية من بره، او تكوني في الدور التاني، تمام. طيب لو وصلتي ممكن عند الركن اليماني ممكن تفتحي ايديه، لو كده ممكن تلمسيه عادي، تمام. بعد كده تخلصي ال7 أشواط، هتلاقي فيه لندا نيون لونها أخضر، تمام. ترفعي إيدك عندها وتقولي بسم الله الله أكبر، وتدعي بقى زي ما انت عايزة، خلاص. وتقولي فيه بقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 7 أشواط. هتبدأي من عند اللندا النيون. انت طبعا لو انت بعيدة عن حجر مش شايفاها، فاللندا النيون دي كل الناس شايفينها لونها أخضر، هتلاقيها موجودة كده على مباني الحرم، تمام. لازم ترفعي ايدك وتشاوري بسم الله الله أكبر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تمام. وتكملي اللفة كاملة. هتبدأي من عند اللندا دي وترجعي ليها كده شوط، تمام. عدي، هاتي حاجة عدي عليها، يعني ايه، اتصرفي. بعد ما تخلصي ال7 أشواط وتكوني متأكدة من عددهم، تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، وتقري يعني كل ركعة تقري فيها سورة الكافرون والإخلاص، تمام. خلصنا احنا كده، خلاص نطلع بقى على السعي بين الصفا والمروة. السعي برضو 7 أشواط. أول ما توصلي الصفا قولي الآية دي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. طيب بالنسبة للستات بتمشي عادي، تمام، والرجالة تيجي عند المكان اللي فيه اللون الخضراء الكبيرة دي، يعني تاخدها هرولة تجري، تمام. بعد كده بين العلامتين الخضر الرجالة تجري والستات بتمشي عادي، وانت تقولي في الصفا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء طبعا أنا قلت لكم إن أنا هقول لكم على خدمة العربات في أول الفيديو، وده للناس اللي هم تعبانين مثلا كبار السن، حد عنده إصابة في رجليه فبيطلع يعمل عمرته في الدور التاني، وده أحسن طبعا.
انا عملت كده في العمره التانية، لان العمره الاولى كنت لوحدي، اول مره اطلع عمره. جوزي كان مع اخته وما كانش معايا، تهنا من بعض. فالموضوع كان صعب بالنسبه لي جدا. تمام. ما كنتش عارفه اعمل ايه، بقيت امشي مع شويه ناس فلبينيين، شويه امشي مع ناس، يعني اي حد يشوفون بيعملوا ايه بيعملوا، بيتكلموا ازاي او بيقولوا ايه كنت بقول زيهم. الموضوع كان صعب. تمام. فعشان كده انا مش عايزاكم تقعوا في اللي انا وقعت فيه، عشان كده عملت العمره التانية. الدور التاني على كراسي من الكراسي دي، لان أنا كان عندي ساعتها اصابه في رجليا، كان عندي قطع في وترين في رجليا. بعد كده تروحي بقى تطلعي من الكعبة، تكوني انت فاهمة انت ماشية مع مين، وفاهمة الباب اللي انت هتطلعي منه هو نفس اللي دخلتي منه عشان ما تتوهيش. تروحي الفندق. تمام. تتحللوا بقى من الإحرام. في الرجالة بقى بتقصر شعرها، وفي ناس بتحلق، والأفضل انك تحلق شعرك. تمام. سنة عن سيدنا محمد. والست بتقص تقريبا يعني كده عقلة صباع من شعرها، تاخدي بقى الشاور بتاعك، ترتاحي شوية، تاكلي تشربي. بس نصيحة مني من أختك، أو نصيحة من أختك: اوعى تضيعوا صلاة واحدة في الحرم. الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة. صلوا في جماعات. وحاجة مهمة قوي، اوعوا تنسوا الصلاة على الأموات، صلاة الجنازة، بتاخدوا فيها ثواب عظيم. بعد كده بتروحوا المدينة، زي ما انتوا شايفين طبعا. تروحوا تزوروا الروضة، بتبقى عن طريق نسك أو المشرف أو الشركة بتكون حجزالكم. اوعى تضيعي أي وقت خالص. تمام. تدعي زي ما انت عايزة، بتصلي ركعتين في الروضة الشريفة. طبعا بالنسبة للروضة الشريفة أو بالنسبة للمدينة، كل فنادق على بلاط الحرم، فمش هتوهوا خالص. وهنا بقى مسجد قباء، بتروحوا الصلاة فيه ركعتين بمقام عمرة. اوعى تضيعي ده. تمام. انا حبيت اعملكم الفيديو ده. طبعا في مزارات ما تنسوش تروحوها، زي مثلا تروحوا جبل احد والبقيع. جبل احد زي ما سيدنا محمد قال: يحبنا ونحبه، وفعلا هو يتحب زي ما انتم شايفين شكله كده. بتروحوا البقيع، بتروحوا بقى تزوروا. ده بالنسبة لمزارات المدينة. المدينة جميلة جدا. وبعد كده بقى ترجعوا لبيوتكم. طبعا حابة اقول لو الفيديو ده انا كده خلصت، متنسيش تدعي لنفسك كتير وتدعي لي معاكي اني اروح. ما تنسونيش في دعائكم. ولو الفيديو فادك اعملي شير لصاحبتك اللي رايحه العمره، واكتبي لي في التعليقات يا رب ارزقني عمره قريب قوي. وندعي لبعض في الكومنتات، ومتنسوش الاشتراك في القناه. تمام. واستنوا الفيديو الجاي مهم قوي. والسلام عليكم ورحمه الله. عايزه اقول حاجه قبل ما اقفل، ان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون اخطاء المعتمر بيقع فيها، ممكن تبطل العمره وانت مش واخد بالك. فان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي، مهم قوي وضروري. تمام. وهقول لكم تاني: ما تنسوش في دعائكم بالله عليكم، اللي يروح يدعي لي اني هروح تاني. ما تنسوش الاشتراك. ابعتوا الفيديو لاي حد واحفظوه عندكم، لاي حد راح للعمره واحفظوه عندكم. ويلا اشوفكم على خير دايما، وتطمنوا عليكم.